صباح الخير يا ولاد. من فترة مش بعيدة قوي كان في كلام كتير قوي على السوشيال ميديا داير على شخصية إعلامية معروفة. كانت متجوزة شخص إعلامي معروف بقالهم أكتر من ربع قرن واتطلقوا. وكانت كل الكلام داير على إنه إزاي هي نورت كده وشكلها حلو كده بعد الطلاق. أنا مستغربة أصلا فكرة السؤال نفسه، لانه انا جايه من هناك بقى واقول لكم ليه الست بتنور بعد الطلاق مهما كان مستواها المادي او الاجتماعي، الدنيا ضيقه عليها ولا مش ضيقه، بتنور بعد الطلاق عشان مليون الف حاجه. لان هي الست الطبيعيه، بتكلم على الستات الطبيعيين، لما بيتجوزوا بتدي حب، فبتبقى عايزه تاخد حب، مستنيه هي كمان تاخد حب، فما بتاخدش فبتطفي. بتدي اهتمام وبيبقى نفسها برضو حد يهتم بيها زي ما هي بتهتم، فما بتاخدش اهتمام فبتطفي. تبقى شايفة كل اللي حواليها قدامها ومقدراهم وبتضحي عشانهم، فهي كمان بيبقى نفسها تتشاف وتتقدر ويتعمل عشانها اي مجهود، فما بتتشافش ولا بيتعمل عشانها اي حاجة فبتطفي. لما بتيجي تتطلق بعد طبعا فكرة الصدمة ورحلة التعافي، لو قدرت يعني تتخطاها، بتبقى اي حاجة بتعملها ولو بسيطة حلوة في حياتها او حتى حاجة عادية بتلاقي وشها مرتاح اكتر. ليه؟ لان هي خلاص ما بقتش مستنية انه في حد هيشوفها حلوة، فهي بتحلو مع نفسها. ما بتبقاش مستنية تقدير من حد، ما بتبقاش مستنية حب من حد، الشريك اللي في حياتها يعني ما فيش شريك في حياتها، وبالتالي هي خلاص مش قاعدة طول الوقت نفسها فتتصدم، ما تشوفش، ما تقابلش، ما تاخدش، فبتتأذي نفسيا، وبالتالي بيبان على وشها. دلوقتي لما اتطلقت ما فيش حد بقى هيديها الحاجات دي، فخلاص فهي بتبقى مش مستسلمة، ولكن بتبقى خلاص مفيش حد هي مستنياه تديله علشان تاخد منه، مفيش، فبتبقى وشها مرتاح اكتر، شكلها بيبقى مرتاح اكتر حتى لو ما عملتش اي حاجة في حياتها. فببقى انا مستغربة ازاي الناس بتسأل هي ليه نورت علشان الضلمة اللي في حياتها راحت. مش ضروري يكون حد بينور لها حياتها، بس الضلمة اللي في حياتها راحت فنورت بس.